الكلام بقى اللي هقوله دلوقتي هيزعل مني استاذ تامر حسني او احتمال ما يزعلوش، فربنا يستر. شوف يا صالح، انا قلت انا مش عارف هو يزعل ولا لا، لان انا فعلا هحكي قصه حياته بسبب كم موقف حصل معايا ليه علاقه بتامر حسني. اللي ما يعرفش منكم ان انا ممثل نقابي، والحمد لله قدر استاذ تامر حسني ان هو يجيبني اشارك معاه في فيلم نازل في العيد باذن الله، وهو فيلم ريستارت. وطبعا انا نزلت فيديو بوجودي مع استاذ تامر حسني في اللوكيشن وفي الاماكن اللي هو بيكون متواجد فيها بعض الاحيان، وده خلى بعض الرسائل ان تبتدي تتبعت لي انه لو انت تعرف تامر حسني يا ريت يساعدنا بالاتي. في اللي بيقول ان هو حاول يوصل له اكتر من مره، وانه شايف ان فكرته حلوه جدا، وانه لازم تامر حسني يعملها والا ساعتها هيفشل. وفي اللي بيقول لي ما توصل فكرتي، ما انت كده كده عارفه، فانت تبقى حاله الوصل ما بيننا والموضوع سهل، والراجل ده مش هياخد منه حاجه لو طلعني معاه في حفله ولا في فيلم، فاهمين؟ وفي اللي قال لي ان هو جابك عشان انت بس معروف وعمره ما يشوف ناس تانية وعمره ما يشوف مواهب تانية. فتعالى بقى احكي لك نبذه صغيره كده عن استاذ تامر حسني. مبدئيا الراجل ده حياته كانت كرب في بدايتها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده وش القدره وهو لسه بيقول يا رب عشان يبقى مغني ولا يبقى بني ادم. في الاساس مبدئيا كان هو اللي بيصرف على البيت، فطفل في مقتبل عمره او في اول حياته لسه بيدرس اصلا في المدرسه، ما دخلش جامعه ولا عمل حاجه، وبيصرف على البيت وبيشتغل شغلانات انت نفسك كشاب مش هتعرف تعملها، ويكون لسه عندك امل انك ممكن في يوم من الايام انك تكون مشهور او تغني اساسا، فده شيء برضو محتاج عقليه مختلفه. الراجل ده اشتغل في محلات عطور، في بنزينات، في سوبر ماركتات، يعني ما بقولكش مثلا ان هو اشتغل مدير شركه، فاهم؟ هو اشتغل زيه زي اي حد خالص، شاب طبيعي جدا بيحاول ان هو يعمل اللي بيقدر عليه عشان بس يصرف على البيت. في وسط طبعا حاله التقشف والصعوبه اللي هو كان موجود فيها دي، هو كان لسه عنده امل انه هيبقى في يوم من الايام. حط مليون خط تحت الحوار ده، لان انا اسف انت دلوقتي الشاب الموجود في العصر ده دلوقتي لو حد قال له بس انت شكلك وحش او انت مش حابينك، بيقع وبيحبط وبيحس ان الدنيا خلاص انتهت بالنسبه له. بس الفكره هنا بقى، هل انت مصدق فعلا انك هتبقى في يوم من الايام ولا لا؟ هو كان مصدق، انت مش مصدق مش مشكلتي. كان دايما بيغني، كان دايما عنده سعي، وكان دايما بيشوف، وكان دايما بيتعرف وبيشوف اشكال والوان من البشر طول النهار. زائد كل ده كان المفروض او مطالب منه ان هو يذاكر في المدرسه وينجح في المدرسه ويشيل البيت، يعني الاثنين مع بعض. بعد ما اعمل كل ده بقى اشوف نفسي انا، ابتدي اشوف انا بقى كفنان، او انا عايز ابقى فنان ايه بقى؟ بقول لك اصرف على البيت تقول لي راح تغني؟ يا راجل بس لم نفسك. فموقف تامر حسني كله على بعض مجعلص، استحاله ده يطلع مغني، ده ممكن بقى يطلع اي حاجه تانية، افتح ترزي. لكن تبقى مغني بقول لك عايز كيلو لحمه، عايز اكل، عايزين ناكل مام في البيت، تقول لي مغني؟ الراجل ده ذاكر واشتغل وشال البيت وعمل كل ده وسعى في نفس اللحظه ان هو يكون مغني ومعروف. فده النص اللي ليه علاقه بالبيت وبالاسره. النص التاني اللي ليه علاقه بقى بالغنى. انت دلوقتي شايف صوته حلو عشان هو دلوقتي تامر حسني، لكن ساعتها ما كانش تامر حسني، فما حدش كان بيسمعه اصلا. كان اي حد بيروح له عشان يغني له يقول له امشي اطلع بره، مفيش غنى يا باشا، انت مين يا معلم؟ لكن مشكله الشباب دلوقتي بتشوف النجاح اللحظي، اللي هو دلوقتي هو ناجح لان هو دلوقتي تامر حسني قاعد بقاله تقريبا 30 سنه ولا 40 سنه بيغني. انت اقعد زيه وبعدين تعالى حاكمه، او ابتدي شوف نفسك انت وصلت لايه. الراجل ده لحد النهارده لسه بيسعى وبيطور في نفسه عشان يفضل مستمر ومتمكن من الساحه، لكن زمان وهو لسه مش تامر حسني، ولا كان حد عايز يقابله، ولا كان حد عايز يشوفه، ولا كان حد عايز يسمعه، ولا كان بالظبط ليه لازمه خالص بالنسبه لهم زمان نهائي. ليه؟ لان هو كان شاب زيك طبيعي، ده بجد على فكره، وبالمعنى الحرفي طلع عينه علشان حد يرضى يسمعه او حتى يديله فرصه، او بس ان شاء الله يا جدعان يخلوني اغني في عيد ميلاد. زي ما انا دلوقتي بسعى ان انا امثل، وباذن الله همثل، وباذن الله هحقق احلامي، وانا متاكد من ده. بس اللي متاكد منه ان الموضوع مش هيبقى صعب ومش هيبقى من يوم وليله، الموضوع فعلا هيستحق المعاناه. وخلي بالك الحدوته كلها بتكون في الرحله اللي انت عشتها، وهي دي اللي بتكون شخصيتك، وهي دي اللي بتخلي النجاح بتاعك بتاع النهارده. يعني هو نجح النهارده ان هو تامر حسني لان حصلت له البلاوي التانيه دي في البيت، خلي بالك حصلت له البلاوي بقى في البيت، في الشغل، عانى، شاف الراجل ده جمع كمية حاجات في دماغه وفي شخصيته تخليه النهارده هو ده تامر حسني اللي انت بتتفرج عليه. وفي مثل عجبني جدا بيقولك ان انت لو رجعت للماضي بتاعك وحاولت تعدل اخطائك وتصحح كل حاجة، مش هتبقى الشخصية اللي انت موجود عليها النهارده اللي الناس حباها. بالتالي ما تستخسرش ابدا تعب ومجهود الراجل ده والنجاح اللي هو موجود فيه، لان هو بجد تعب عشان يثبت النجاح ده. والصعوبه هنا خلي بالك مش ان هو يتسمع صوته وبعد كده ينجح، لا، الصعوبه هنا ان هو يحافظ على اللي هو وصل له لمده سنين قدام. الراجل ده في بدايته عمل كم حفلات انت مش متخيلها. هتقول لي حفلات دي يعني شغل وفلوس، مش القصد، انا قصدي ان هو اتمرمط، سيبك من الفلوس والشغل. يعني علشان يكون تامر بتاع النهارده ده كان لازم يعمل كل اللي هو عمله زمان. 3/4 الجيل بتاع تامر حسني المغنيين كانوا بيستنوا اللحن والشعراء والكلام ده كله عشان يعملوا لهم اغاني. تامر حسني الوحيد اللي ما استناش حاجه يا باشا، هو اللي طلع يغني ويعمل ويلحن ويالف ويعمل كل حاجه. ده دليل على ان ده اصرار على النجاح. انا مصمم انجح، انا ولا هستناك تلحن لي ولا انت تكتب لي ولا مين يعمل لي ايه، انا هعمل.
لو زنقت معاك درب فريق كرة اول هيعملها ويدخل بيه الدوري المصري، والله العظيم اسمع بيتعلم بسرعه ما شاء الله. ده الفرق ما بين تامر حسني واي حد تاني، وللامانه انا بتكلم عنه كده لان هو بصراحه هو نجم الجيل بتاعي. انا من الشباب اللي بلا فخر الحمد لله عمري ما بطلت اسمع تامر حسني من يوم ما طلع. في ظل ان في تامر حسني عدى عليه وقت من الفترات كان فعلا اللي بيسمع تامر حسني ده بالنسبه له اللي هو بيتبص له بصه كده اللي هو ايه يلا ما تنشف، بس ده عادي بسبب البنات والكلام ده كله، كان لسه شاب وصغير. لكن دلوقتي اتفرج على تامر حسني هو موجود فين النهارده، موجود في قلوب كل الناس وفي كل الاعمار، واثبت بجد ان هو نجم الجيل بتاعي انا، مش الجيل الموجود دلوقتي. الجيل الموجود دلوقتي عنده مروان بابلو، الجيل دلوقتي ده مخه بايظ خالص، في تواليت بيغني له لا مؤاخذه يا تواليت. بس في النهايه الموضوع فعلا ما بيكونش سهل. ان صدفت وشفتوا حد مشهور وطلع بالصدفه يعني ده هيكون واحد من 1000، لكن صدقني استاذ تامر حسني واللي زيه كتير جدا في بلدنا. اللي بعده على طول وهو فخر العرب طبعا مش هننسى محمد صلاح، هو ده اكتر واحد كان متمرمط برضه. احنا عندنا ناس عظيمه جدا في البلد دي وتعبوا وشقيوا. اتمنى منك انت كمان كشاب ان انت ما تشوفش الموضوع سهل وما تشوفش الموضوع هيجي من يوم وليله. اتعب واشقى وتعلم واشتغل على نفسك علشان تبقى، لان قعدتك دي ملهاش اي لازمه خالص. كل اللي عليك انك تفضل قاعد وبتضيع وقت وبتبص على غيرك وهو بينجح. فقوم وتعلم وعافر واغلط وافشل عادي، والفشل ما اسموش فشل، الفشل اسمه تعلم، لان انت لما هتدلق الميه على نفسك مره التانيه مش هتدلقها، فانت كده اتعلمت مش فشلت من اول مره. في الاخر اختم معاك بجمله: ما تنضفش الزريبه علشان هتاخد منك وقت وهتوسخ هدومك والبهايم هيزعلوا. اظن كده وصلت. يلا سلام يا صلاح.